هذه الأيام العشرة هي من أفضل أيام السنة، حيث اختصها الله بفضائل عظيمة وأعمال مباركة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: والفجر وليال عشر. وأجمع المفسرون على أن الليالي العشر هي العشر الأوائل من ذي الحجة. في هذه الأيام العظيمة تتضاعف الأجور وتفتح أبواب الخير على مصراعيها. لنستغل هذه الأيام المباركة بالعبادات والأعمال الصالحة، ولنتعرف أكثر وأكثر عن فضل العشر الأوائل من ذي الحجة. يسعدنا أن يكون معنا اليوم الشيخ مصباح شكري، خطيب وإمام بأوقاف الإسماعيلية. شيخ مصباح، أهلا بحضرتك. مرحبا بك فندم. كل عام وانتم بخير، وربنا دايما كده يعيد علينا وعليكم الأيام بالخير واليمن والبركات والسعادة إن شاء الله. كل سنة وحضرتك طيب وبخير. وفي البداية نعرف من حضرتك لماذا تعتبر الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة من أفضل أيام السنة؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. تعتبر الأيام العشر من ذي الحجة أفضل الأيام على الإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا في سنته أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله ولا أعظم أجرا من هذه الأيام. هذا السبب يعظم النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه هذه الأيام، لدرجة أنه يوصلها أنه ليست في السنة كلها أيام كمثل هذه الأيام المباركة العظيمة، لأن الحق سبحانه وتعالى فيها يحب الأعمال الصالحة، وأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه ضرا، أو تقضي عنه دينا، وهكذا يعني كما جاء في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لهذا السبب العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأيام فضلت. وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأيام العشر من ذي الحجة هي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. تمام؟ هي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. أهم الأعمال المستحبة التي يمكن القيام بها في الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعظم الأيام في العشر من ذي الحجة التي يعني يقوم بها المسلم، أعظم يعني الأعمال ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن ذكر الله سبحانه وتعالى ما فضل يعني بشيء أو ما تساوى بشيء إلا تفضل عليه. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه قائلا لأصحابه: هلا أدل ملكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. إيه العمل العظيم ده اللي هو أفضل من ده كله؟ أفضل من الجهاد في سبيل الله، أفضل من إنفاق الذهب والورق، وأفضل مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال: ألا أدلكم على أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم في أرض المعركة فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناق. قالوا: بلى. قال: ذكر الله. ذكر الله عظيم. ذكر الله يجلي القلب. ذكر الله يدمع العين. ذكر الله يجعل الإنسان في حالة من أعظم حالاته لو أنه تدبر هذا الذكر وهذه الأحوال العظيمة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول ربنا سبحانه وتعالى حاكيا حال عباده المؤمنين أثناء ذكرهم له سبحانه وتعالى، قائلا الحق سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. عندما يذكرون ربهم سبحانه وتعالى تجد يعني الوجل والخشية والدموع، وتجد الرقي والنقاء والصفاء، كل شيء عظيم تجده مع ذكر الله سبحانه وتعالى.
وكل رقاء وكل ارتقاء وكل صفاء تجده عندما تذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصينا في هذه الأيام العشر من ذي الحجة بعينها، قال: هي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. ثم أوصانا صلى الله عليه وسلم قائلا: فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل وذكر الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. طيب، لماذا يستحب أيضا صيام الأيام التسعة الأولى من ذي الحجة؟ الصيام فضله عظيم. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من عبد يصوم لله سبحانه وتعالى يوما إلا باعد الله سبحانه وتعالى وجهه عن النار 70 خريفا. ولا سيما أن الصيام يأتي يوم القيامة فيشفع للعبد عند ربه، يقف أمام ربه ويشفع لمن كان يعني يتشبث به ومن كان يحرص عليه، إذ قال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشراب فشفعني فيه. فالصيام له أجر كبير وله أجر عظيم، ولذلك يعني خبأ الله سبحانه وتعالى أجر الصائمين ولم يذكره، فقال الحق سبحانه وتعالى: الصيام لي وأنا أجزي به. فيعني كفاهم شرفا أصحاب يعني الصيام. أنا أبشرهم من كان يحرص على صيام الاثنين والخميس والثلاثة أيام من كل شهر، كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو هريرة في حديث آخر. ومن كان يحرص على يعني صيام العشر من ذي الحجة، فهذا يعني عمل طيب وعمل عظيم، احرص عليه وواظب عليه، فأنت على خير. أوصيك ألا تترك مثل هذه الأعمال الصالحة الطيبة، لا سيما وهي من أعظم الأعمال الصوم في هذه الأيام المباركة. سائل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا إن شاء الله. طيب، أيضا فضل قراءة القرآن في هذه الأيام المباركة. القرآن العظيم يعني فضله ليس له حصر ولا عد. فمن كان يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى فهو على كل أحواله مأجور، لا سيما وهو يستحضر النية أنه يقرأ في أيام هي معظمة عند الله سبحانه وتعالى، أجرها معظم والأعمال فيها معظمة، والله سبحانه وتعالى يحب الأعمال الصالحة في هذه الأيام. ومن الأعمال الصالحة قراءة القرآن الكريم. اسمع إلى هذا الحديث العظيم، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن لنبي حسن الصوت أن يعني يتغنى بالقرآن. والحق سبحانه والنبي صلى الله عليه وسلم بين كذلك في سنته أنه من كان يقرأ القرآن، وأنا أبشر جميع الآباء والأمهات الذين يعني لا يتقنون قراءة القرآن الكريم ويجدون مشقة في تلاوته، أبشرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: من كان يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، ومن كان يقرأ القرآن وهو ماهر به فهو مع السفرة الكرام البررة. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ قاله صلى الله عليه وسلم لكي يبشر أتباعه وأحبابه ومحبيه والذين يكسرون الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم ألا يتركوا القرآن من بعيد أو من قريب. إن كنت يعني أبي الفاضل تقرأ وتستشعر يعني مشقة في التلاوة وفي القراءة، فاعلم أن لك عند الله سبحانه وتعالى عن كل حرف من القرآن الكريم أجران، ليس أجر واحد. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولا سيما من كانوا يحرصون على تحفيظ أولادهم القرآن الكريم، لا سيما في هذه الأيام العشر المباركة. يعني تجد احنا طبعا يعني معظم الأولاد خلصوا امتحانات وكلام زي كده ودخلوا في فترة الصيف والأجازة، فاحنا طبعا نغتنم هذه الأيام بحسن استقبالها، أن نعود أولادنا
على أن يأخذوا ختمة في هذه الأيام المباركة من القرآن الكريم. لأن يعني إن وجهت أولادي الذين هم في رقبتي وسأسأل عنهم أمام الله سبحانه وتعالى، إذا وجهت طاقتهم العظيمة لمثل هذه الأعمال العظيمة في مثل هذه الأيام العظيمة كذلك، فأنا آخذ مثل أجورهم. من دل على خير فله من الأجر مثل أجر من عمله من غير أن ينقص من أجره شيء. فطبعا أنا بقول عايز أوصل رسالة لكل الآباء ولكل أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يحرصوا على القرآن الكريم ولا يتركوه. لما؟ لأنه ما من شيء إلا وله أجر، لكن القرآن الكريم هو يتفضل على كل الأعمال ويتألق على كل الأعمال يوم القيامة، إذ يقيم الحق سبحانه وتعالى له احتفالا خاصا يوم القيامة. طب لما هذا الاحتفال؟ ومن يحضر هذا الاحتفال؟ هل وزير بعينه أم محافظ بعينه أم شخصية هامة بعينها؟ كلا والله، إنما يحضر هذا الاحتفال العظيم نبينا الكريم وربنا سبحانه وتعالى، وما أعظمه وما أجله. يحضر سبحانه وتعالى هذا الاحتفال بنفسه ويقول لك أنت يا من كنت تحرص على القرآن وتتلو كتاب الله سبحانه وتعالى، يقول لك الحق سبحانه وتعالى: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. هذا يعني هذه واحدة. الثانية، قبل أن يبدأ الاحتفال لك عند الله سبحانه وتعالى مناقب وفضائل. كل واحد يوم القيامة كما يقول علماؤنا الأفاضل يبحث عن نفسه ويفر من أبيه ويفر من أمه وأخيه، لا إلا حافظ القرآن وإلا خاتم القرآن وإلا قارئ القرآن. حينئذ هو الذي يبحث عن أمه وأبيه. لما تبحث عنهم؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يأمره بنفسه أن يلبسهم تاج الوقار وحلة الوقار، يزينهم ويجهزهم لحضور هذا الاحتفال. لما؟ لأنهم تعبوا في توجيه لحفظ القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لنا شيئا من هذا التتويج العظيم. من حافظ القرآن يلبس أمه وأباه تاج الوقار وحلة الوقار. تاج الوقار ده لو أردت يعني أن أقف مع يعني حضرتك وقفة على هذا التاج، يعني إذا أراد عريس أن يأتي لمخطوبته بتاج مثلا في ليلة زفافها، إذا إحنا تخيلنا التاج ده مثلا هيكون مثلا ب50,000 جنيه، تخيل كده معي ما يعني أناقته وشياكته وجماله سيكون يعني إيه في عينك أنت، في تخيلك أكيد شيء عظيم. ده ب50,000، طب لو هو ب100,000، طب لو هو ب200,000، طب لو هو ب1,000,000 هيكون عامل إزاي؟ طب خلينا نقول مثلا هو ب2 مليون، طب ب4 مليون، طب 10 مليون، هيكون عامل إزاي؟ حاجة فظيعة. طيب سيدنا النبي عايز يقول لك إنك أنت يا من حفظت أولادك القرآن الكريم وحرصت على توجيههم من القرآن الكريم، وأنا أسجل هذه الرسالة من القلب. والله لقد جاءني بعض الآباء إلى المسجد واتفق معي أن أحفظ أولاده القرآن الكريم، فبنتفق على المواعيد وكده. وطبعا هرجع للحتة اللي كنت بتكلم فيها بس سريعا عندنا حاجات كمان. حاضر. فبقول له يعني هو بيقول طبعا بعد العصر، فبقول له طب بلاش بعد العصر، يكون عندهم سباحة ولا حاجة ولا يكون عندهم نادي. فبيقول لي يا مولانا احنا أهم حاجة عندنا القرآن، وما تبقى من هذه الأمور الترفيهية هو الذي يؤخر. القرآن لا يؤخر. والله العظيم، والله العظيم وقفت أمام هذا الرجل وكأن يعني وكادت عيني أن تبكي، ويعني والله ما يعني ألهمني الله سبحانه وتعالى، كان نفسي أشيله على راسي كده وأجري بيه فمن نصيحة من النصائح اللي حضرتك تنصح بيها كل الآباء والأمهات الحفاظ على أن أولادهم طبعا يستمروا يحرصون على القرآن الكريم، لا سيما في هذه الأيام العشر. يعني ما يحرمش نفسه من القرآن الكريم في هذه الأيام بختمة على الأقل أو ختمتين على كل على حسب همته،
أو نصف ختمة أو ربع، يعني يأخذ حتى لو جزء، لو يقرأ جزء عام يختمه في هذه الأيام. ابنه مثلا لسه بيبتدي، طب يا بابا أنت ختمت جزء عام، طب راجعوا اقرأوا 10 مرات في كل يوم في هذه الأيام، اقرأوا مرة، أو كل ما تقرأ أنا أجهز لك مثلا مكافأة، أو يعني إيه يديله شيء من التحفيز. وصلت الرسالة صحيح. طيب هل هناك دعاء مستحب قوله في هذه الأيام المباركة؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة. لا شك يعني سيدنا النبي حسمها، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. لما؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يتجلى على عباده في هذه الأيام، يعني في هذا اليوم العظيم يوم عرفة، فيباهي بهم ملائكته، ويتجاوز سبحانه وتعالى عن جميع الذنوب والمعاصي وعن كبائر الذنوب. فمن وقع في يعني ذلت أقدامه في معصية أو في أي شيء من مثل هذه يعني المعاصي والكبائر، فيغتنم هذا اليوم العظيم يوم عرفة في التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه سبحانه وتعالى، وأن يجدد التوبة معه ويحسن الظن. أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فإذا أحسن العبد الظن بربه سبحانه وتعالى أنه سيتوب عليه، وأنه سيقبل دعاءه، وأنه سيغفر له، وأنه سيجبر خاطره في أولاده بأن يكرمهم بحسن الفهم وحسن العقل وحسن الصحة والعافية والترقي في درجات العلم، وفي المدرسة أن يعني يحصلون على أعلى المستويات. كل ذلك يعني شيء طيب وشيء عظيم. لابد أن نخبئ دعواتنا لمثل هذا اليوم العظيم يوم عرفة، فإن الصالحين كانوا يخبئون دعواتهم وحاجاتهم ليوم عرفة، فخبئوا حاجاتكم ليوم عرفة، واغتنموا هذا اليوم في الدعاء وفي التكبير وفي التهليل وفي يعني التوبة لله سبحانه وتعالى، ولا سيما بعد يعني صلاة العصر إلى يعني غروب الشمس، هذه الأوقات المباركة. يعني الإنسان يعني تزداد يعني تعظيمها وأهميتها، فلنلزم يعني إيه فيها أن نفرغ ما في أيدينا من أعمال وما في قلوبنا من أشغال، ونتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالذكر بقلوب مطمئنة حاضرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا إن شاء الله. لو انتقلنا للحديث عن يوم عرفة الذي يعد من أعظم الأيام وأفضلها عند المسلمين، فيوم 9 من ذي الحجة ويوم الوقوف بعرفة، أحد أركان الحج الأساسية، حيث يحمل هذا اليوم بفضائل عظيمة وأجرا كبيرا لمن يستغله في الطاعات والعبادات. في البداية لماذا سمي يوم عرفة بهذا الاسم؟ وبعدين نعرف الأعمال المستحبة للمسلمين للقيام في يوم عرفة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. ذكر الإمام القرطبي في سبب تسمية يوم عرفة بهذا الاسم أن الناس كانوا يتعارفون يعني في هذا اليوم. وذكر يعني سبب آخر أن سيدنا جبريل كان يطوف بسيدنا إبراهيم عليه السلام في يوم عرفة، فيعرفه المشاهد، فيقول له أعرفت، فيقول سيدنا إبراهيم عرفت، فلذلك سمي بهذا الاسم. وذكر سبب ثالث أو يعني شيء ثالث ربما يكون برضو هو من أسباب تسمية هذا اليوم بهذا الاسم، أن سيدنا آدم عليه السلام لما أهبط من الجنة قال فالتقى على جبل عرفات بأمنا حواء، قال فعرفها وعرفته، فلذلك سمي يعني. طيب الأعمال المستحبة للمسلمين القيام بها في يوم عرفة. الأعمال على قدر ما يوفق الله سبحانه وتعالى للعبد في هذه الأيام، كل على قدر ما آتاه الله سبحانه وتعالى من صحة
فتجده له ورد من الأذكار، بأن يقول بأن يسبح ويهلل بالآلاف ويكبر ويذكر الله سبحانه وتعالى على كل أحواله، لا يضيع فيه لحظة ولا ثانية ولا دقيقة. فتجده يعني هائم بذكر الله سبحانه وتعالى، يجد نفسه في هذا العمل العظيم المبارك. فنقول له أحسنت صنعا، واحرص واثبت وزد. وبعضهم يجد نفسه في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا رسالة لأصحاب الهموم، من نزل به هم أو غم أو كرب أو أصابه بلاء ما وأراد في هذا اليوم العظيم المبارك أن يكشف الله سبحانه وتعالى عنه ما نزل به من بلاء أو يفرج عنه كربه، أقول له احرص على أن تكثر من الصلاة والسلام على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنته من حديث سيدنا أبي رضي الله عنه أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كم أجعل لك من صلاتي عليك يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت. فقال أجعل ربع وقتي أصلي عليك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. ثم قال سيدنا أبي للنبي صلى الله عليه وسلم سأجعل لك نصف وقتي أصلي عليك. فقال له ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. فلما قال له صلى الله عليه وسلم ما شئت وإن زدت فهو خير لك، فكلما يقول له ما شئت وإن زدت فهو خير لك فيقول سأجعل لك ثلثي وقتي أصلي عليك. فقال له ما شئت وإن زدت فهو خير لك. ثم قال سيدنا أبي للنبي صلى الله عليه وسلم سأجعل لك كل وقتي أصلي عليك يا رسول الله. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. وهذه رسالة لكل مهموم، صحيح، ولكل من وقع في ذلة وفي معصية وفي كبائر الذنوب أن يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في هذا اليوم الأغر الأعظم، يوم عرفة، يوم يغفر الله فيه الذنوب، يوم يتجلى الله فيه سبحانه وتعالى على عباده. فلنغتنم هذا اليوم إن شاء الله تعالى. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، كل سنة وحضرتك طيب وبخير. كنت معانا النهارده الشيخ مصباح شكري، خطيب وإمام بقى وغفرة معالي. شكرا جزيلا يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب وبخير.